مع الله يا من تحبه، كيف أنت بغير الله عز وجل؟ رسالة اليوم هي رسالة تجديد علاقة مع الله عز وجل. رسالة اليوم بناية طريق إلى رب الأرض والسماوات. رسالة اليوم أن تعيش مع الله عز وجل كما أمر وكما أحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الكل يغدو إلى الله، فمعتق نفسه أو موبقها. كم يتذكر الإنسان عيشته في هذه الدنيا، ما هي إلا أيام وساعات وشهور ودقائق، ثم ينتهي العمر، ثم ينتهي الأمر، ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. أريدك أن تتأمل كيف أنت مع الله. تذكر يا غالي كم من نعمة لله عز وجل من بها عليك، قلما شكرته عليها. تذكر يا غالية كم من خير أعطاك، كم من شر صرف، كم من نعمة أعطى، كم من خير أغدق به، كم من فضل تفضل به جل جلاله. ولكن أين الشكر؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكر يا غالي إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي يا الله يا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، يفرج الهم، ينفس الكرب، يذلل الصعاب، يجيب الدعاء، يرفع الظلم، يعطي عبده. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا أجدبت الأرض، إذا مات الزرع، إذا اشتد على الإنسان الأمر، من ينادي؟ ينادي الله. من يسأل؟ الله. من يدعو؟ الله. لا إله إلا الله. كم ننسى، كم نتغافل، كم نتعاظم، كم نتكبر. لكن الله عز وجل إذا سألته والله ثم والله أعطاك. إذا رجوته فتح لك الباب. إذا توجهت إليه سمع دعاك، أجاب شكواك، كشف ضرك، شاف مرضك، فتح لك بابه، دلك عليه. تضيق نفسك، يبعد عنك الأصحاب، يتخلى عنك الأقرباء والأحباب، إلا الله عز وجل ما يتخلى عنك، إلا الله عز وجل ما يتخلى عنك. أين الولاية؟ الله عز وجل أعطاك ما شكرت، الله عز وجل من عليك ما شكرت. اليوم يا أخوان منا من يعيش بلا هدف، ما يصلي، ما يقرأ القرآن، ما يبر والديه، ما يحسن إلى جيرانه، ما يحب أقربائه، يؤذي المسلمين، يخرب في مصالح المسلمين. الله عز وجل أعطاه بلد، أعطاه خير، أعطاه بركة، يخرب، يكسر، يؤذي. شبابنا اليوم إلا من رحم ربي كيف يعيشون بغير هدف، كيف ينامون بغير هدف. مثل اليوم لو تسأل شاب من الشباب يقول أريد أن أسافر، أريد أن أكون شابا منطلقا بحريتي، أفعل ما أشاء، أقول ما أشاء، أصنع ما أشاء. أنا أقول لهذا الشاب افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، قل ما تشاء، اترك ما تشاء. لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تسجد لرب الأرض والسماوات، لا تسمع الموعظة، لا تحضر الذكر، لا تصلي على الموتى، لا تحفر القبور، لا تكن ممن تابوا أناب. لكن والله ثم الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ستعود رغما عنك إلى رب الأرض والسماوات. والله ما من مفر من الله إلا إليه، وما من مرجع من الله إلا إليه. مهما بلغ سلطانك وقوتك ومالك وصحتك وجبروتك، معادك إلى الله. والله لا أنا ولا أنت لن ينفعنا عند الله إلا رحمته جل جلاله ثم العمل. يا غالي أنا اليوم معك تجدد حبك مع الله عز وجل. أريد قلبك في جوف الليل يعود إلى الله عز وجل. يلا يا شباب
يلا يا اخواني، يلا يا خواتي، يلا يا مشاهدين، يلا يا مشاهدات، نقول نستغفرك اللهم ربي ونتوب إليك. يلا يا اخواني، تراكم على موعد عند الوادي الأفيح، هناك عند الله عز وجل، عند الجنة، عند الحور، عند الأنهار، عند الأطيار، عند البركات، عند الملائكة، عند الله. ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا من أردت ما عند الله استغفر الله، يا من تحب الله استغفر الله، يا من عصيت استغفر رب الأرض والسماوات، يا من تعاليت استغفر الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عاتب نفسك واقبل على مولاك واستغفر ربك وقل يا ربي أنا اليوم جيتك، قل يا ربي أنا اليوم حبيبك، قل يا ربي لن أضيع صلاة، قل يا ربي لن أعق والدي، قل يا ربي لن أترك القرآن، قل يا ربي سأحمل فؤادي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قل يا ربي جيت إليك، جيت إليك تائب، جيت إليك منيب، جيت إليك فافتح لي أبواب الرحمة. اليوم فتحنا لك باب الرجاء، واعلم أن مولاك عز وجل يحبك حبا، بل ويرجو لك فضلا ويرجو لك كرما وإحسانا. ولهذا تذكر يا غالي أن ربك عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب العائدين ويحب التائبات ويحب العائدات ويحب من تقرب إليه جل جلاله. صدق الله عز وجل لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وإلا فندم وصراخ وحسرة وألم ونقمة. فأحسن وفادتك إلى الله عز وجل، واعلم أن ربك عز وجل يناديك وسيناديك ولا زال عز وجل يناديك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أحسن الله لي ولكم وغفر الله لي ولكم وتاب الله علي وعليكم. يا معاشر الشباب، أشهد الله أن يحبكم فيه، وأرجو الله يجمعني وإياكم في مستقر رحمته تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.